عمر استنى يابا بتفرج على حاجه. انا باكل سوشي وبعد كده نازل البسين. حياه البلوجر حلوه قوي يابا، انا نفسي اتشهر واعمل فلوس وحياتي تبقى حلوه برضه. بس قوم بس روح اكسر عربيه الباشا عشان نازل. راكب دلوقتي عربيتي وراح حفله مشاهير. لازم اتشهر واعيش الحياه دي. قط يا ابني، هات العلامه يا ابني بتاعت العربيه يا ابني. ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي عمر هقدم لكم محتوى عربيات. ايه ده 5 مشاهدات بس؟ انا لازم اطلع معايا بنات. احنا بنحب بعض. انت كان اسمك ايه؟ 10000 مشاهده. يالا انا شبح يا شتيمه. احنا في رمضان في الصيام بس انا بفطر. يلا بقى نخش في موضوع كبسه ده. ما تخليش نجاح المشاهير يأثر عليك وعلى مبادئك بطريقه وحشه. عاوز اتشهر واعمل فلوس يا عم، حقك بس بالمحتوى الهادف او على الاقل نضيف. المحتوى الكويس او النضيف ما بيجيبش مشاهدات، بالصبر والمجهود والاستمراريه هيجيب. وبعد ما تتشهر وناس تقابلك في الشارع الناس هتتشرف بيك مش هتسف عليك. انت عارف اللي فيه على الاقل 40 مليون مصري بيتابعنا؟ تخيل بقى لو المشاهير كلهم قدموا حاجه مفيده فعلا، هتفرق مع اخلاق وفكر الناس دي كلها ازاي؟ طب ممكن تساعدني اتشاف واتشهر؟ هساعدك. اعمل فيديو هادف وحطني فيه، ولو حلو هطلعك معايا بالفكره بتاعتك وتتشاف بحاجه نظيفه. وافتكر المحتوى الهادف هو اللي يكسب.